والسلام على رسول الله. الأداء العالمي اللي شفناه مع النادي الأهلي أمام أوكلاند سيتي في بطولة القارات يدل على أن الحمد لله رب العالمين إن في أداء وفي تطور كبير جدا في أداء النادي الأهلي مع كولر. أنا كنت بتفرج على الماتش وحاسس إن مانويل جوزيه هو اللي واقف على الخط، مع احترامنا لكولر يعني. كان 3، الأهلي كسب 3 وأداء كمان، يعني إن شاء الله كان الأداء هايل جدا جدا. اللعيبة كلهم كانوا نجوم. كلنا عارفين ان حسين الشحات ما شاء الله ربنا وفقه وفتح المباراة بهدف صاروخي من بره ال 18، وكان في الاحصائيات وكده قال لك ان الهدف ده رقم 6 من بره ال 18 للنادي الاهلي يعني. وكمان حسين الشحات ما شاء الله تساوى مع ميسي ومع كريستيانو رونالدو في الاهداف، او يعني من هدافي البطولة يعني. حسين الشحات ان هو جاب في الثلاث بطولات جاب اهداف يعني، ودي تتحسب يعني لحسين الشحات ثم للنادي الاهلي يعني. دائما لما تبقى في النادي الاهلي لازم يعليك يعني النادي الاهلي ده نادي كبير يعني، الحمد لله رب العالمين بيعلي اي لاعب يعني، وخصوصا ان اللاعب لما يكون عنده يعني المهاره وعنده الكفاءه الحمد لله رب العالمين هو يأدي يعني. فربنا يوفق ان شاء الله في المباراه القادمه، هتبقى مباراه قويه جدا مع بطل امريكا، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم وننتظر النادي الاهلي امام ريال مدريد ان شاء الله في قبل النهائي ايا كان النتيجه. بس يكفي ان انت شرف كبير جدا ان انت هتلاعب ريال مدريد. الفرق الكبيره ديت عشان تلاعبها بتدفع فلوس، انت هتلاعبها ببلاش. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه بقى عايزين نتكلم على القطب الاخر اللي هو مسمي نفسه قطب، انا ما اعرفش على اي اساس يعني القطب الاخر يعني. كانوا قاعدين مع بعض يعني على المصطبه في الاستوديو بتاعهم اللي بيقولوا عليه دوت، وبيتكلموا عن النادي الاهلي. يا عم طب اتكلم عن النادي بتاعك، انت مالك ومال النادي الاهلي؟ بتقول ان فرقه اوكلاند سيتي دي فرقه عاديه وفرقه ضعيفه والاهلي كسبها 3. لو بالمنطق بتاعك دوت ان الاهلي لما يكسب فرقه 3 يبقى الفرقه بتاعتك اللي انت قاعد في الاستوديو بتاعها مع احترامي يعني فرقه الزمالك تبقى فرقه ضعيفه يعني. قبل ما يسافر الاهلي مدي الزمالك 3 لو بنفس المنطق اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. فالله يكرمك انت وهو يعني. بعد اذنكم انا عايز اقول لحضرتك رساله، بس انتوا ناس صحفيين المفروض ان انتوا ناس محترمين، خليك في فرقتك. ده انا نفسي واحد فيهم من الناس اللي قاعده ديت ينتقد الزمالك. يا راجل ده انتوا شلتوا من غزل المحله وشلتوا من اسوان مع احترامنا لغزل المحله واسوان، وخرجتوا من بيراميدز في الكاس. مفيش واحد فيكم انتقد الاداره. عارفين ليه؟ عشان في واحد، لا سوري يعني انا اسف، بيبقى ماسك لكم العصايه اللي هو رئيس نادي الزمالك. فلو سمحت خليك في فرقتك، وربنا يوفق ان شاء الله النادي الاهلي. وانتوا نفسكم مع احترامنا يعني اللي انتوا البطوله اللي انتوا بتتكلموا عليها ديت، انتوا يعني مش عايز اقول لك يعني مجرد يعني حلم بالنسبه لكم ان انتوا تشاركوا في البطوله ديت، وان شاء الله لن يتحقق هذا الحلم يعني. طول ما في هزاز الرؤوس وطول ما في الرئيس بتاعكم ده ان شاء الله لن يكون في انجازات لفرقتكم ان شاء الله. وباذن الله ربنا يوفق النادي الاهلي في المباريات القادمه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بفضل ربنا باذن الله الاهلي يبقى في النهائي ان شاء الله. مش بعيد على ربنا يعني. احنا كسبنا ريال مدريد للي ما يعرفش يعني بمانويل جوزيه في يوم من الايام يعني. فان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.